السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده حمدا يليق بوجهه الكريم وسلطانه القديم، ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إن هذا الجمع الأخير يا ولد يا شباب ليدلنا على محبة ممن دعاهم، ويشهد الله إن القريحة قد جاشت، وإنني أريد أن أغرد بكلمات لعلها أن تصل إلى الأسماع. ويشهد الله إنني لا أريد أن أتكلم بها لأتزلف بها. والله إنني عندما حضرت في هذا المكان بدعوة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. لكن أقول هذا الجمع، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فيه رباط جاش. بين الأرحام الصلة التي شكت إلى الله، أن يصل الله من وصلها ويقطع من قطعها. فكان الرجل قد دعا إلى هذه الصلة التي تربط بين هذه القبيلة. وأما الآية الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما الجانب الآخر: أكرمكم عند الله، فهذه لها مجال أخرى. إنما نتكلم عن التعارف في لغاتنا، في أفهامنا. القرآن الكريم نزل على 7 لغات، وهي لغات العرب. وهذه اللغات وتفاهم الناس عما يتكلمون تجد الإنسان يأخذ ثقافته من أحبائه وإخوانه. وأما كون الرجل أردت أن أتكلم بما فيه فيكفي ما تكلم عنه قبلي، لكن أريد أن أتكلم أن هذا الرجل من قبيلة تعتبر كنار على رأس علم، قبيلة وكل القبائل قد وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قبيلة تأخذ راية وتبايع النبي. فلما وفد شيخ هذه القبيلة اسمه أبا ضبيبة أو أبا ضبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي حاجة. وما هي الحاجة؟ قال: إنني رجل مضياف، أن يأخذ إليه الناس، رجل كريم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. إذن هذا الكرم في هذه القبيلة متأصل، ليس حديث هذه الساعة. قال: يا رسول الله، إن لي حاجة في الضيافة، إنني رجل مضياف. فقال 3 أيام. أيضا هذه القبيلة لها من الثقافة والتعليم قد غيرت دولة كاملة من لغتها العجمية إلى العربية، وقد ذكر ذلك ضرار ابن صالح ضرار في كتابه هجرة القبائل العربية من الجزائر، هجرة القبائل من الجزيرة العربية إلى السودان. ودولة السودان دولة عربية، والذي عربها قبيلة بلي. فهذه كلمة يشهد الله لا أريد منها شيئا إلا أن أقف في هذا الموقف، وهي حديثة هذه الساعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الله يبيض تستاهلون.